عمرك حسيت انك اتكسرت كسر ملوش رجعة؟ يعني خلاص كل اللي حواليك مشي، واللي كنت فاكره سند طلع هو السبب في الوجع. اسمعني لحظة بس، لان يمكن اللي هقوله ده يكون جواب للي جواك وبقالك كتير ساكت عنه. في لحظات الانكسار لما القلب يوجعك اكتر من اي وجع جسد، ربنا بيبصلك بنظرة مختلفة، مش نظرة شفقة ولا نظرة حتى عتاب، ولكن نظرة حنان فيها جبر خفي، النوع اللي ما يبانش في الكلام ولكن يتقال في التفاصيل الصغيرة. لما تلاقي باب بيتقفل قدامك وبعدها يتفتح باب تاني عمرك ما كنت تحلم بيه. ربنا عمره ما بيكسر قلبه ويسيبه، هو يمكن يسمح بانكسار علشان يعيد تشكيلك، بس دايما في آخر المشهد فيه جبر. فاكر لما العذراء راحت لبيت أليصابات وكانت هي نفسها لسه في بداية حملها، صغيرة وضعيفة، ومع كده راحت تفرح وتخدم غيرها، وربنا كافئها بكلمة من أليصابات قالت لها: طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. يعني ببساطة اللي صدق وعد ربنا هيشوفه بيتحقق مهما اتأخر. كل مرة بتقول فيها خلاص الأمل راح، ربنا بيقولك في السر إنه لسه هنا، واللي خلقك عارف وجعك، واللي سمح بالدمعة وعدك بالفرحة. بس ساعات الجبر بيجي بعد صبر طويل، علشان لما يجي تعرف قيمته وتحس بيه وبكل كيانك. في ناس فاكرة إنه جبر الخاطر يعني إن ربنا يشيل الوجع على طول، بس الحقيقة إن الجبر ساعات بيبدأ من جواك، من اللحظة اللي قلبك فيها يبتدي يهدى بعد ما كان بيصرخ، اللحظة اللي تحس فيها إنك مش لوحدك في الحرب دي، وإن في إيد بتطبطب عليك وإنت مش شايفها. ربنا مش بينسى الدمعة ولا التنهيدة اللي خرجت منك وإنت بتقول يا رب. هو سامعك حتى لو صوتك مطلعش، شايفك حتى وإنت مستخبي من الدنيا، وبيشتغل في الهدوء وفي الخلفية، وبيرتب لك اللي انت نفسك فيه بس بطريقته هو، الطريقة اللي فيها خير ليك أكتر من ما كنت تتخيل. يمكن انت دلوقتي في النص، لا وصلت للنهاية ولا حتى رجعت للبداية، بس صدقني النص ده مش فراغ، ده المكان اللي ربنا بيكتب فيه تفاصيل الجبر. كل حاجة بتحصل ليك حتى اللي وجعتك هي خيوط في لوحة أكبر بكتير من اللي انت شايفها دلوقتي. مفيش وجع بيضيع عند ربنا، مفيش كسرة بتعدي من غير قصد، اللي بيكسر بيبقى عايز يبنيك من جديد على شكل تاني أنضج وأقرب ليه. وعلشان كده مهما تأخر الجبر اوعى تفقد الأمل، لسه فيه أمل، وطول ما قلبك بينادي يا رب يبقى الأمل لسه عايش. عارف لما تكون ماشي في طريق مظلم وكل خطوة فيه تقيلة، وفجأة تلاقي شعاع نور في آخر الممر، مش قوي بس كفاية يخليك تكمل. هو ده جبر خاطر ربنا، مش دايما بيجي بصوت عالي أو بمعجزة، ساعات بيجي في شكل هدوء مفاجئ جواك، وكأن ربنا بيقولك أنا ماسكك ما تخافش. ربنا بيجبرك بالوقت وبالناس اللي بيبعتهم في حياتك من غير ما تطلبهم، وبالكلمة اللي توصلك في توقيتك بالظبط، أو حتى بالدمعة اللي تنزل وتخف بعدها شوية وجع. هو فاهمك أكتر من نفسك وعارف إمتى يمد إيده ويلمك من تاني. فاكر لما السيد المسيح وقف عند قبر لعازر، الكل كان فاكر إن مفيش أمل خلاص، 4 أيام والموت خلاص قال كلمته، ولكن يسوع قال لعازر هلم خارجا. وده مش مجرد معجزة، ده إعلان إن مفيش حاجة اسمها فات الأوان عند ربنا. اللي بيقدر وبيقيم الميت يقدر يقيم جواك الحياة من تاني، حتى لو انت نفسك مش شايف غير رماد. يمكن انت مش شايف الجبر اللي بيحصل دلوقتي، بس لما تبص ورا بعد شوية هتكتشف ان ربنا كان بيلمك في صمت وبيجهز لك لحظة لعازر هلم خارجا الخاصة بيك. وساعات الجبر بيجي في صورة بسيطة زي كلمة من شخص ما تعرفوش قالها صدفة، أو موقف صغير حسسك إن ربنا لسه فاكرك. هو بيطبطب عليك من خلال الناس، من خلال التفاصيل اللي غيرك يمكن يشوفها عادية، لكن انت تعرف إنها رسالة مخصوصة ليك. الجميل إن ربنا مش بيجبرك علشان ترجع زي الأول، ولكن علشان تبقى أحسن من الأول. القلب اللي اتكسر لما ربنا يلمه بيبقى أنقى وأرقى وأقرب ليه، وده سر الجبر الإلهي، مش بس إنه يشفي ولكن إنه يحول وجعك لقوة ودمعتك لشهادة إن ربنا فعلا صالح.
فلو انت تعبان ومش شايف امل، افتكر اللي جبر قلب يوسف في البير واللي رجع المجد لأيوب بعد كل الخسارة هو نفس الإله اللي بيقولك دلوقتي أنا قريب من المنكسر القلب. ما تخافش من الألم، كل وجع وليه ميعاد جبره، كل دمعة وليها وعد بفرحة جاية. لو حسيت يوم انك مكسور، افتكر الكلام ده وابعته لحد محتاج يسمعه. اعمل لايك وشير وسيب كومنت وتعليق تقول فيه لسه فيه أمل وربنا بيجبرني كل يوم.